السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ سكينة الغانمي. اليوم غادي نشارك معكم يعني وصفة ديال الغداء او عشاء اللي ممكن تحضروها يعني بطريقة سهلة وبسيطة، ونتيجة اكيد غادي تكون لذيذة. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الطريقة والمكونات. اول حاجه بديت بها هي الرز. في كاسرونه وضعت فيها واحد الحبه ديال المطيشه اللي حكيتها، خيزو مقرد، القرعه مقرده، الفلفله حمراء وخضراء، خليتهم كيتشحروا. من بعد ضفت ليهم الماء وضفت ليهم كميه ديال الرز اللي عادي، وما نساوش التوابل، وغادي نخليو الرز ديالنا حتى كيطيب. هنايا خديت كميه ديال البطاطا، كتبقى الكميه يعني على حسب افراد العائله. غادي نقطعها يعني مربعات شويه اللي يكونوا كبار. البطاطا ديالي غادي ندخلها للفران، يعني من الاحسن ندخلوها للفران بلا ما نقليوها في الزيت، يعني كتاخذ لينا يعني واحد الكميه كبيره ديال الزيت، وفاش كنطيبوها في الفران يعني كتجي لذيذه، وفي نفس الوقت ما كتجيش عامره بالزيت. غادي نكمل البطاطا ديالي كامله. في واحد الاناء غادي نضيف كميه ديال زيت الزيتون، غادي نضيف سكينجبير وحرقوم، ابزار، تحميره وكمون، وما نساوش الملح. وغنضيف كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الخل. وغادي نوضع البطاطا ديالي، غادي نوضعها في ديك الشرموله، ونحاولوا اننا ندخلوا مزيان الشرموله في البطاطا. من بعد ما خليت البطاطا ديالي تقريبا واحد 5 ديال الدقائق في هذيك الشرموله، درت الفران يسخن من الفوق ومن التحت. غادي نوضع البطاطا في الصينيه ديال الفرن، وغادي نضيف لي نوغيت حتى هما، غادي ندخلهم الفران. في مقله غادي نوضع فيها كميه ديال زيت الزيتون، غنضيف ليها بصله مقرده، ونضيفوا التوابل يعني الملح، الابزار، التحميره، حرقوم والسكينجبير، وكميه ديال القزبور المعدنوس. غادي نبدا نحركو في البصله ديالنا حتى كتبدا تشحر. من بعد ما بدات البصله ديالنا كتشحر، غادي نضيف ليها كويرات ديال الكفته، وغادي نخليهم يتشحروا يعني فوق النار اللي تكون يعني متوسطه. انا الكفته ديالي بدات كتشحر، غادي نضيف لها كذلك واحد الكميه ديال الصوصيص، ونخلي الكل حتى كيطيب. وبالنسبه للغدا ديالي غادي نرافقو بواحد سلطه اللي احتاجيت ليها الخوص، عندي كذلك التفاح المقرد والليمون، وغادي نضيف لهم واحد الكميه ديال السكر سنيده والقرفه. وكنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تنساونيش بلي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.